مساء الخير. مساء الخير على كل عشاق كاظم الساهر. اليوم مجرد تعليق على أغنية تناقضات اللي قدمت في الحلقة اللي مضت من عرب آيدل. كاظم الساهر لا يزال يقدم ألحان قمة بالروعة، قمة، لكن تزال المشكلة في الأغنيات اللي لحنها في السنوات الأخيرة. تميز بألحان صعبة، جمل موسيقية صعبة. مع الأسف للآن يعجز الموسيقيين، خلي نقول يعني الموسيقيين العرب، على عزف موسيقى كاظم الساهر، يعني خاصة الأغنيات اللي لحنت في السنوات الأخيرة. فمشكلة البروفات إلى الآن قائمة، نفس المشكلة اللي واجهها كاظم الساهر في حفلة رأس السنة وحفلات سابقة، بحيث ما استطاع أن يقدم هذه الأغنيات. أغنية تناقضات يعني حسيت أنه كاظم الساهر يجري خلف اللحن، لأن رتم الأغنية كان يعزف بشكل أسرع. إذا ترجع تسمع الأغنية راح تلقى أنه الأغنية أسرع، نمط الإيقاع أسرع، بحيث كاظم يضطر أنه ما يتعامل مع الجملة اللحنية على راحته مثل ما يقدمها بالأغنية. فالغريب أنه ميشيل فاضل موجود، يعني هو اللي وزع الأغنية، فهو يعرف رتم السرعة، رتم الأغنية على أي سرعة. كاظم الساهر لما قدم الأغنية طبعا متخيلون فرحتي بهذه الأغنية، لكن كنت أتمنى أن تقدم كما قدمت أغنية أكون أو لا أكون. كان مرتاح بكل ثقة، والموسيقى مسيطر عليها بشكل تحس أنه كاظم قدم في وقتها في برنامج The Voice، قدم تحفة لا تكرر. هذه المشكلات اللي يعانون منها الفرق الموسيقية، ما أعرف ليش لحد الآن تعجز الفرق الموسيقية، حتى أحيانا حتى فرقة كاظم الساهر نفسها ما يأدون بروفات على الأغنيات، مثل الرسم بالكلمات أو أي أغنية تحمل هذا العمق الموسيقي، الجمل الموسيقية المعقدة. يعني مع الأسف حرم الجمهور من الكثير من الروائع الموسيقية اللي قدمها كاظم، قدمت في مرات نادرة في بعض الحفلات، لكن لا نزال نطمع بأن تقدم بعض الأغنيات على المسارح، لأن من باب حبنا إلى كاظم الساهر نتمنى أنه يشوفون ويسمعون الأغنيات اللي هم ما سامعين بأساميها أصلا. أغنيات بالنسبة لي أنا أعتبرها أساطير. أنا بالنسبة لي الرسم بالكلمات من الأغنيات اللي أعجز عن وصف العمق الموسيقي والكلام واللحن. يعني أول ما سمعت الأغنية تأثرت بشكل، حبيت التعقيد بالموسيقى، حبيت كل حركة موسيقية كاظم الساهر خلاها بالأغنية، من صعود وتفاعل بالموسيقى واندماج لا يوصف. أغنية تناقضات اللي قدمت حزنت بشكل، يعني أول ما سمعت إنه الأغنية بهذا التسارع ظنيت إنه فرق البث، مشكلة في البث، إن الأغنية كانت أسرع. بعد البحث حتى على اليوتيوب شفت اللي منزلين الأغنية نفس المشكلة من أكثر من يعني مصدرين أو 3، نفس المشكلة. إن شاء الله يا ربي بالمرات القادمة
يوفق كاظم الساهر وتوفق الفرقة الموسيقية والعازفين من عزف أغنية كاظم الساهر. شكرا جزيلا. مساء الخير على كل عشاق كاظم الساهر. اليوم مجرد تعليق على أغنية تناقضات اللي قدمت في الحلقة اللي مضت من عرب آيدل. كاظم الساهر لا يزال يقدم ألحان قمة بالروعة، قمة، لكن تزال المشكلة في الأغنيات اللي لحنها في السنوات الأخيرة. تميز بألحان صعبة، جمل موسيقية صعبة. مع الأسف للآن يعجز الموسيقيين، خلي نقول يعني الموسيقيين العرب، على في برنامج The Voice قدم تحفة لا تكرر. هذه المشكلات اللي يعانون منها الفرق الموسيقية. ما أعرف ليش لحد الآن تعجز الفرق الموسيقية، حتى أحيانا حتى فرقة كاظم الساهر نفسها ما يأدون بروفات على الأغنيات، مثل الرسم بالكلمات أو أي أغنية تحمل هذا العمق الموسيقي، الجمل الموسيقية المعقدة. يعني مع الأسف حرم الجمهور من الكثير من الروائع الموسيقية اللي قدمها كاظم. قدمت في مرات نادرة في بعض الحفلات، لكن ما يتعامل مع الجملة اللحنية على راحته مثل ما يقدمها بالأغنية. فالغريب أنه ميشيل فاضل موجود، يعني هو اللي وزع الأغنية، فهو يعرف رتم الأغنية على أي سرعة. كاظم الساهر لما قدم الأغنية طبعا متخيلون فرحتي بهذه الأغنية، لكن كنت أتمنى أن تقدم كما قدمت أغنية أكون أو لا أكون. كان مرتاح بكل ثقة، والموسيقى مسيطر عليها بشكل تحس أنه كاظم قدم في وقت. لا نزال نطمع بأن تقدم بعض الأغنيات على المسارح، لأن من باب حبنا إلى كاظم الساهر نتمنى أنه يشوفون ويسمعون الأغنيات اللي هم ما سامعين بأساميها أصلا. أغنيات بالنسبة لي أنا أعتبرها أساطير. أنا بالنسبة لي الرسم بالكلمات من الأغنيات اللي أعجز عن وصف العمق الموسيقي والكلام واللحن. يعني أول ما سمعت الأغنية تأثرت بشكل، حبيت التعقيد بالموسيقى، حبيت كل حركة موسيقية كاظم الساهر عزف موسيقى كاظم الساهر، يعني خاصة الأغنيات اللي لحنت في السنوات الأخيرة. فمشكلة البروفات إلى الآن قائمة، نفس المشكلة اللي واجهها كاظم الساهر في حفلة رأس السنة وحفلات سابقة، بحيث ما استطاع أن يقدم هذه الأغنيات. أغنية تناقضات يعني حسيت أنه كاظم الساهر يجري خلف اللحن، لأن رتم الأغنية كان يعزف بشكل أسرع. إذا ترجع تسمع الأغنية راح تلقى أنه الأغنية أسرع، نمط الإيقاع أسرع، بحيث كاظم يضطر أنه